كتير مننا بيقول اللي ما يعرفش يقول عدس، بس هل عمرك في يوم من الايام سالت المثل ده اصله ايه او جه منين اصلا؟ انا محمد عادل، والنهارده هكلمك عن حكايه المثل ده من برنامج مثل له اصل. في البرنامج ده هنكلمك عن مثل او جمله احنا بنقولها كلنا، ولكن احنا مش عارفين اصل المثل ايه او حكايته ايه. عشان كده انا جاي اقول لك على حكايه المثل بتاع النهارده اللي بيقول اللي ما يعرفش يقول عدس. المثل ده احنا بنقوله لما بيكون في مجموعه اشخاص بيتكلموا في موضوع معين، وبيجي شخص داخل عليهم فبيقول رايه بجهل او يفتي في الموضوع وهو مش عارف اصلا ايه الموضوع اللي هم بيتكلموا فيه، فهم بيردوا عليه يقولوا له اللي ما يعرفش يقول عدس. قصه المثل ده صاحبي بقى بتبدا مع التاجر اللي عنده محل وبيبيع فيه عدس، والتاجر ده متجوز وعنده زوجته وبيثق فيها ثقه عمياء. وفي يوم من الايام التاجر بيجي له صفقه عدس جديده وبيروح يعقد الصفقه دي، فبيسيب زوجته مكانه في المحل وبيروح للصفقه. والمفاجاه لما بيرجع التاجر بيكتشف ان زوجته كانت بتخونه مع شاب، وطبعا الشاب اول ما بيشوف التاجر بيجري والتاجر بيجري وراه، وبالصدفه والشاب وهو بيجري بيتكعبل في شوال العدس، فالعدس بينكب او بيدلق على الارض. فطبعا المشهد ده الناس بتكون بتتفرج عليه، فالناس بتعتقد ان الشاب ده كان بيسرق عدس عشان ياكل. فلما التاجر بيرجع الناس بتقول له انت بتجري ورا الشاب كل الجري ده عشان العدس؟ فطبعا التاجر مستغرب من كلام الناس ومش عارف يرد يقول لهم ايه، يقول لهم على الحقيقه المره اللي شافها ولا يسكت وما يتكلمش. عشان كده رد عليهم وقال لهم المثل الشهير اللي ما يعرفش يقول عدس. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده اللي اتكلمنا فيها عن مثل اللي بيقول اللي ما يعرفش يقول عدس. انتظرونا في حلقه جديده من برنامج مثل له اصل. سلام.